قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم كلها طيبه. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه تحت طلب المتتبعات، وصفه فعاله جدا جدا للشعر المتضرر واللي كيكون هكا جاف ومتقصف. يعني كنعرفوا يعني بعض المرات تيكون ممكن انواع ديال الشعر تيكونوا ناشفين بزاف يعني هكايا كما كنقولوا حنا بالعاميه ديالنا حرش ومتضرر بزاف. يعني تيضرر من السوشوار ولا بلاك، وحتى دابا هادشي اللي خارج دابا ديال الكيراتين وبروتين وهادشي راه تيكون الشعر زوين في الاول وتيعجبك ملي كديريه، ومن بعد صافي كيبدا يتقصف وكيبدا كيزيد يمرض وكيخيب اكثر من الاول. يعني تجي تكحليها كتعميها. بزاف البنات كيبقاو في هذا الخطا، فالبنات من الاحسن تتجنبوا هذا الشيء هذا، لان كلشي داكشي غير اشهارات والدعايه وصافي باش الناس يعني تربح الاموال على ظهوركم. راه داكشي كله تخربيق، يعني سواء الكيراتين ولا البروتين ولا داكشي كله، الكولاجين وهادشي كله اللي خرجوا البوتوكس، خرج شي كوارث كدار للشعر بدعوى انها كتصوب الشعر وكتقادو. هي كتقادو لك كتصوب لك واحد 3 شهور 4 شهور ومن بعد كيرجع شعرك حالته حاله. فمن الاحسن البنات الوصفات الطبيعيه هي اللي كتعطيك مفعول. بطبيعه الحال كتبغي الصبر، كتبغي الوقت، ولكن كتعطي مفعول. بالنسبه للشعر الجاف اللي غنصحكم به البنات هو الزيوت. تعملي ديري دائما حمام زيوت، يعني حمام زيت دائما ديري شعرك. يعني كتاخدي شويه ديال زيت الكوك، زيت الزيتون، اي انواع ديال الزيوت اللي عندك. الزيوت كلها مزيانه للشعر بدون استثناء، يعني كلها تتغذي فروه الراس، فروه الشعر، يعني خصوصا اللي كتكون هكايا شعرها ناشف بزاف. كتاخديهم هكا الزيوت كتخلطيهم مع بعضياتهم. ما بغيتيش كاع تخلطي وصفات طبيعيه، غير الزيوت تخلطيهم مع بعضياتهم هكا في قرعه، وتبقاي ديريهم 2 المرات حتى 3 المرات في الاسبوع. ديري على شعرك، تخلي واحد الساعه ولا ساعه ونص، لان الشعر كيكون ناشف كيحتاج شويه الزيت، ماشي بحال كيحتاج شويه الوقت، ماشي بحال الشعر الدهني. فتخلي على شعرك وتديري هكا واحد الفوطه تكون فاز قبل ما طايب، يعني تكوني فزقتيها مزيان بالماء طايب ونشفتيها، يعني ماشي ما تبقاش يعني كتقطر بالماء، غير كتفزقيها مزيان باش هذيك السخونيه كترجع للشعر. سواء كديري البلاستيك، دابا كاين دوك البلاستيكات اللي خاصين دوك البوني على شكل بلاستيك خاص بالشعر، تديريه وتخليه في شعرك، حيت هذيك السخونيه اللي يتفاعل يعني مع هذيك السخونيه كتفاعل مع فروه الراس وكتخلي ديك الزيوت تدخل اكثر في الشعر، صافي توصل لشعرك عادي. وبطبيعه الحال البنات الشعر الجاف خصو ضروري شامبو اللي تيكون فيه ما يكونش فيه يعني مواد حافظه بزاف، ما يكونش فيه سلفات، ما يكونش فيه ديك المواد اللي كتضر بالشعر، يكون ما امكن يكون طبيعي. وحتى لا كان يعني من الشامبوانات العاديه اللي كنعرفوا دابا ما يكونش فيه سيليكون، ما يكونش فيه بارابين، يعني يكونوا فيه المواد اللي هي مفيده للشعر. يكون بزيت الزيتون، كاين بزاف دابا الانواع ديال الشامبوانات، كاين بزيت الزيتون هذا بزيت الافوكادو، يعني كاع المسائل اللي تكون صحيه للشعر. دوز دابا البصل ولا نبقى نطول عليكم بزاف. المهم هذه بغيتي نعطي يعني ناس هكا البنات اللي عندهم الشعر متضرر. هاد الوصفه البنات رائعه بزاف، بروتين خطير بزاف يعني كيغذي الشعر وفي نفس الوقت كيرطبو. كما كتشوفوا عندي البنات هنايا في المكونات عندي بيضه، كنحتاجوا البيضه، بيض غني على التعريف تيغذي الشعر، كله بروتينات رائع بزاف. عندي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي ودابا مسوس كما كنقولوا. عندي معلقه هنايا صغيره ديال العسل الحر، من الاحسن يكون حر، حتى لما كانش حر يكون هكا يعني جوده ديالو مزيانه. عندي غادي ناخذ هذا الفيتامين او، ما غاديش ندير كبسوله كلها، غادي ندير غير نصف كبسوله هي عندي هنايا، لان الفيتامين او تيغذي الفروه ديال الراس مزيان بزاف. وعندي غادي ندير معلقه صغيره من عفوا معلقه كبيره من زيت الكوكو. هذا جامد ولكن هذا ذوبته واحد شويه، غير بغيت نوريكم كيفاش يكون. زيت الكوكو البنات الا ما كانش ملي تشريه وتلقايه جامد بحال هكا، عارفه راه ماشي زيت ديال الكوكو، هذاك غير شي حاجه اخرى. زيت الكوكو تيكون جامد بحال هكا، ضروري ما يكون بحال هكا جامد، تيكون على شكل زبده صافي. وزيت الخروع غادي ندير منه حتى هو معلقه كبيره، لان زيت الخروع تيغذي الشعر تيرطبو وفي نفس الوقت الفراغات ديال الشعر. زيت الخروع بزاف الناس كتعرف القضيه، زيت الخروع البنات مزيان بزاف للشعر اللي تيتساقط، رائع بزاف تساقط. انا البنات هاد الوصفه غادي تعاوننا على انها ترطب الشعر وتغذيه بالنسبه للشعر المتجاعد،
وايضا تعاوننا هكا على تساقط الشعر. كنعرفوا ان بزاف البنات دابا في فصل الشتاء كيعانيو من تساقط الشعر، فبفضل زيت الخروع، بفضل العسل الحر، بفضل الفيتامين او حتى هو زوين بزاف في تساقط الشعر، وزيت الزيتون راه تيمنع تساقط الشعر. وايضا المسائل اللي كترطب الشعر عندنا هنايا راه زيت الكوكو تيرطب الشعر البنات، البيض مع الياغورت الطبيعي حتى هو كيرطب الشعر. يعني وصفه رائعه بزاف متكامله. اذا غادي نديروا الوصفه. ندير البيضه، بطبيعه الحال هاد المكونات هادو اللي درت يعني بالنسبه للشعر اللي هو متوسط الطول، يعني ما طويلش بزاف. صافي غادي نخلط هاد البيضه مزيان، غادي نضيف عليها المكونات الاخرى. غندير دابا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون والمعلقه ديال الياغورت طبيعي. غادي ندير هنايا هاد نصف كبسوله ديال فيتامين او، غير نصف البنات راه كافي، حيت فيتامين او غير تيغذي هكايا الشعر. صافي. وغادي ندير دابا المعلقه ديال العسل ساهل بطبيعه الحال بيديا باش نهوضو. صافي البنات، دابا غادي ندير هاد الكوك، واخا يبان لكم جامد هكا راه كيذوب. انا المهم راه ذوبته ولا بحال الكريمه ما كتشوفوها نتوما، مابقاش جامد بزاف. مع دابا الحال بارد كيجمد. صافي كناخذ دابا الخروع، زيت الخروع، وكندير منه حتى هو معلقه كبيره بحال هكا. صافي صدقوني البنات هاد الوصفه رائعه بزاف، متاكده غادي تجربوها وغادي تدعيو معايا ان شاء الله، لان زوينه تتعطي المفعول من المره الاولى. صافي كنخلط هادشي كامل، يعني من المره الاولى كتحسي كتلقاي شعرك بانه رطاب. ملي كتغسليه شعرك تيرطاب اول مره. وبطبيعه الحال مع المداومه هكا ديريها 2 مرات في الاسبوع فيها باس. كلشي هادشي متوفر في الدار، غادي يبقى لكم غير زيت الخروع وزيت الكوك، حتى هو راه يعني سهل باش نحصلوا عليه. موجودين دابا هادشي عند الناس اللي كتبيع مواد التجميل. المهم كنخلطها مزيان. صافي البنات، شفتوا كيفاش كتولي عندي بحال شي كريمه، شفتوا؟ صافي كتابليكيها على شعرك مزيان، على الطول ديالو، على فروه الراس لداخل، على القدام. يعني تيكون الاغلبيه تيكون حرش هكا من القدام، تيكون ناشف اكثر من القدام على الاماكن كلها اللي يعني في الشعر اللي ناشفه. كتابليكيها مزيان مزيان مزيان. صافي وكتخليها ساعتين، ضروري ما تخليها ساعتين حيت باش يخدم داك البيض مزيان وداك الشيء. وكيف قلت لكم ديري واحد الفوطه اللي تكون فازكه، ولا ديري بوني، يعني بوني ديال هذا، ولا ديري حتى بلاستيك على شعرك. المهم ديري اي حاجه اللي غادي تسخن الشعر وغادي تفاعل هذيك المكونات مع بعضياتها مع الفروه ديال الراس باش تعطيك نتيجه مرضيه ان شاء الله. كيف قلت لكم البنات هذه الوصفه راه فعاله، ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تجيو في التعاليق باش تقولوها ليا ان شاء الله. واحد المساله البنات، بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الشعر ناشف بزاف، فتقدروا تستعملوا حتى بالمايونيز. المايونيز زوين بزاف البنات للشعر، لان فيه البيض وفيه الزيت، فهو مزيان توايا للشعر، يعني كيرطب الشعر، كتابليكي على شعرك قبل من قبل من الحمام. صافي كتخليه توايا على شعرك هكا واحد ساعتين. صافي ومن بعد كتغسلي صور كيعطي بحال درتي واحد الديميلور لشعرك. وانا سبق لي درت واحد الوصفه في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، حتى هي زوينه بزاف بالبنان، حتى هي كترطب الشعر. ديك الوصفه كنديرها لبنتي، فصراحه يعني كترطب لها شعرها بزاف، والفرق تيبان من اول مره. هاد الوصفه البنات مغذيه بزاف بزاف بزاف، والا درتي منها مثلا هكا بزاف كان شعرك يعني حيت البيضه ما غاديش نقدروا نديروا نص بيضه، فلا كانت هكا الوصفه كما شفتوا يعني بزاف وشعرك مثلا قصير، يمكن لك ديريها اليوم تخليها في الثلاجه واحد يومين وتعاودي ديريها لغد، وتعاودي ديريها يعني من مورا يومين ديريها. علاش ما غاديش تفسد؟ لان فيها الفيتامين او. صافي غير تسديها في واحد البواطه وتخليها، لان البنات فيتامين او تعتبر بحال شي ماده حافظه.
اي كريمه عندك ولا اي مثلا خلطتي مثلا واحد الماسك لشعرك لوجهك مثلا ولا شعرك وبقى لك منه وبغيتي تحتفظي به ما بغيتيش يفسد، كدير فيه واحد القطرات ديال فيتامين ا. فيتامين ا البنات هو ماده حافظه بالنسبه لهاد الماسكات ديال التجميل، وهادشي راكم كتلقاوه وتيكون في بزاف ديال المواد ديال التجميل داكشي راه تيكون فيهم واحد النسبه صغيره ديال فيتامين ا لان كتعتبر ماده حافظه. المهم بنات هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، ونتمنى انني نكون لبيت طلب الاخوات اللي طلبوني على وصفه للشعر المتجعد. كيف كنقول لكم البنات دائما ما تنساوش اللايك، وإلا عجبتكم الوصفه خليوها ليا في التعاليق، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما ترددوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله باش تعم الفائده ما تنساوش البارطاج. خليتكم في امان الله، الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.